إعمارها. أيضا الحرب أثرت كبير جدا بدرجة كبيرة جدا في المؤسسات، وكلكم شهود على ذلك. هذا الخراب الذي حصل، نحن علينا على نفسنا إن شاء الله نعمل بجد وإخلاص إن شاء الله إنه نعيد لهذه المؤسسات وضعها الطبيعي، ونعمرها إن شاء الله بقدر المستطاع، وإن شاء الله ذلك بجهود المجتمع. نحن نستنفر ونستنهض المجتمع إنه يساهم معنا إن شاء الله في إعادة إعمار هذه المؤسسات بأنها تعود تكون مهيئة لتقديم خدمات للمواطن في قادم الأيام. 6. تفعيل وإعداد الشرطة. طيب نحن برضو حاسين بأنه ما في مجتمع مدني ما بيكون فيه حوجة للشرطة، وبالضرورة نحن نعكف في المرحلة الأولى بأنه نعيد خدمات الشرطة للمواطن، وده بيعني أنه هنا نبذل جهد مع إخواننا في الشرطة اللي موجودين في الولاية بأن نقدم خدمات تتمثل في العمل بتاع بلاغات وفي السجون وفي المرور. يمكن دي خدمات المدينة، والآن كلكم يمكن تشهدوا أنه الاهتزاز الموجود في المدينة عايزة تنظيم، وده ما يتم إلا بأنه يكون في شرطة المرور موجودة وفاعلة في دورها. أيضا 7. خاطين إصلاح البيئة وحمايتها. أيضا برضو الحرب يمكن مخلفاتها أنه البيئة أصبحت متردية، البيئة فيها كمية بتاعت عيوب وكمية بتاعت ظواهر سالبة. نحن نعمل مع بعض في انه مع الشباب مع كل المجتمع وكل شرائح المجتمع باننا نعمل اصلاح للبيئة، وايضا محتاجين في انه نحمي البيئة. حقيقة حماية البيئة ليس في المدينة فحسب، حماية البيئة يمتد للريف. الغابات بتاعتنا برضو انا يمكن يكون كثير من الناس يعني يشهدوا انه في قطع جائر كبير جائر بصورة واسعة جدا وبصورة عنيفة للشجر، وده يمكن برضو لعدم وجود رقابة ولعدم وجود إشراف على هذه البيئة. بالتالي نفتكر إنه نحن نبذل جهد بأننا نحمي هذه البيئة نعمل إصلاح للبيئة، ده برضو وقاية للمواطن من الأوبئة ومن الكوارث الصحية اللي تحصل إن شاء الله. لذلك نحن خاطين إنه إصلاح البيئة وحماية البيئة ده واحدة من أهدافنا الأساسية في برامجنا في الفترة القادمة إن شاء الله. ثامنا تأمين الأسواق وتنظيمها. أيضا برضو الأسواق دي واحدة من موجودات المجتمع والمدينة كذلك، وبالتالي نحن نفتكر إنه السوق لازم يتمتع بقدر عالي من التأمين، والأسواق لازم تكون منظمة، ونحن برضو خاطين أبري آلياتنا وأبري معاونينا بإنه أنا نأمن الأسواق وننظمها بحيث إنه المواطن يعرف إنه السوق ده مكان للأمان ومكان للنظام. 9. الترتيب المبكر للموسم الزراعي. هنا ممكن الولايه دي تكون ولايه ذات الاقتصاد الزراعي، ونفتكر انه الاعداد المبكر للموسم الزراعي مهم جدا. هذا الاعداد ما بيتم بطريقه عاديه، يجب انه يكون مبكرا. في ناس في كنابي، في ناس في مسارات، في اشياء كثيره جدا بتمس الجانب الزراعي بما فيها لجان حمايه الموسم. دي كلها نحن نعملها في اننا نعد نفسنا مبكرا للموسم الزراعي ان شاء الله، وانه مواطننا في الفتره القريبه ان شاء الله او في مقبل الايام لما الخريف يجي يلقى نفسه انه في اليات جاهزه وفي سلطات جاهزه في انها تعينه في عمليات الزراعه. 10. تفعيل الانشطه الشبابيه والثقافيه. ايضا نحن الشباب يفتكروا الشباب ده طاقه فاعله وطاقه كبيره جدا وشريحه كبيره جدا في المجتمع. يمكن غابت عنها كميه البرامج الشبابيه التي تستوعبها هي وتستوعب طاقاتها. لذلك نحن علينا على نفسنا في اللجنه اننا نعمل نفعل برامج شبابيه، نستوعب الشباب ده في برامج كويسه مجال مشتركه. هذه البرامج تعيننا ان شاء الله انه نحن نعمل نسيج اجتماعي ونعمل نوجه طاقات المجتمع لاتجاه ايجابي، وكذلك يستصحب ذلك العمل الثقافي اللي هو برضه تطلع بتاع الشباب انه لازم يكون في عمل ثقافي مصاحب لكل انشطتهم. 11. نحن برضه يعني نقول اعاده ربط المحليات برئاسه الولايه. حقيقه ايام الحرب حصل انفصال كبير جدا وكلنا بقينا جزر منفصله. كل المحليات يمكن يكون موجوده في عايشه في اوضاع مختلفه. هذه الاوضاع المختلفه يمكن يكون في اجتهادات في بعض المحليات رتبوا نفسهم. انهيار السلطه الاداريه كانت قائمه، حصل احدث فراغ، وبالتالي في مجتمعات في بعض المحليات رتبت نفسها والان هم عايشين في صوره كويسه، لكن برضو عاملين جزر معزوله عن الولايه. وبالتالي احنا دايرين انه كلجنه شعبيه في رئاسه الولايه نعمل لها لجان نظيره في المحليات. هذه اللجان تكون لها ربط مع رئاسه المحليه لانها قضايا مشتركه، يعني هي كولايه قضايانا مشتركه، وبالتالي
لابد ان يكون ربط اداري عبر اللجان الشعبيه ان شاء الله هتتكون في المحليات، وده بيعيننا في انه نحن نطلع على ادوارنا المهمه لنا في جميع ارجاء الولايه.